السلام عليكم ايها الشعب العظيم، بما اننا اليوم فاضيين بنتشوف على ابو دقاقه. اخرج لكم اليوم الجواز ابو دقاقه، معانا الدبلوماسي والعادي. طبعا هذا مكانه الرئيسي، جواز ابو دقاقه تخبى بالقسمه، سواء الدبلوماسي ولا العادي، الاثنين حقراء ما يدخلوكش اي دوله، ولا ده ولا ده. الجواز ده الجنوبي اللي يدخلك العالم كامل من غير فيزا، حتى الدبلوماسي حق الجمهوريه العربيه هذا بيدخلك اي مكان، لازم تسافر وعاد فيزا مسبقه، يعني كانه زي اي كلب تطلع به. اما ده بدون فيزا. الجواز ده مكنته احنا، هذا اصلك، هذا هويتك. الجواز ده انصرف قبل 25 سنه، قبل كده ايش؟ كنت بلا هويه بلا اصل، يعني قبل 100 سنه ما كانش في حاجه اسمها جوازات، كنتم حقراء بلا اصل، تعترفوا انه هذا الورق اللي انتم عسوا تعترقونا هذا اصلكم، عشان اثبت لكم انه الجواز هذا حقير بتفوال تمتزح الكتابه. الجواز هذا الحق الوحيد اللي انا مستفيد منه انه سجل ارقام بنات داخل. الجواز ده ابو دقاقه لما تدخلوه بالثلاجه ايش يخرج؟ يرجع لك دقاق مجمد، لما تخبطه يرجع لك شيكن نقز. اقسم بالله الجواز ده ما ينفعش حتى تبدل به براس صانونه. من اللي اخوانك مين يا كلب يا حقير؟ مين اخوانك؟ انا يومني شامخ ايش تعرف حاجه؟ الجواز هذا متى بيبيض؟ كل شيء في الحياه ارتفع سعره الا هذا الحقير. عشان يمشي هذا الجواز في اي دوله وبالذات في بلدك في ارضك لازم تدخل به فلوس عشان يقبلوا لنا ولا ما يتعاملوا بوش. اقسم بالله هذا الجواز ما عاد تعرفش انه ذكر ولا انثى من كثر ما هو قبيح. اقول لكم ما فيش معي ده ابو دقاقه، ما كنتوا احنا انت لو معاك اقسم بالله الجواز البريطاني حقيقي يكفل 20 نفر منكم داخل الخليج. لو تنهان في اي دوله بهذا الجواز كل منك من طرفي بيفكوا له. اقسم بالله لو يجي لك جواز ابو صليب بتحمله بتدعس امه هذا، واللي جالس تفتخر بس تعتبر احنا اكبر حقاره انك تحمله هذا الجواز. هذا هو الجواز اللي يرفع كل حامه جنوبيه، بهذا تفتخر مش بهذا الدقاقه ابو دقاقه لحد الان ما حد عارف تبغى يبيض.